المنتخب المغربي هل هو قادر على الوصول إلى أبعد نقطة في مونديال قطر 2022 أو لا؟ من وجهة نظري أن المنتخب المغربي الشقيق هو منتخب قوي جدا ويمتلك عدة لاعبين ينشطون في البطولة الأوروبية وفي أندية كبيرة جدا مثل تشيلسي وسابقا برشلونة وعدة دوريات أوروبية، ومثلا مثل بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ولديها لاعبين ممتازين جدا مثل أشرف حكيمي، زياش، بونو، الحارس بونو الذي هو حارس ممتاز جدا، واللاعب ذلك عدة لاعبين كبار جدا، ولديهم مهاجم قوي جدا. أتمنى أن يستدعيه المدرب المونديال وهو ينشط في البطولة السعودية، وهو مهاجم جد ممتاز اسمه حمد الله، ولاعب يعني يسجل من 50 هدف إلى 60 هدف في العام. لو يستدعيه المنتخب المدرب المغربي راح يكون المنتخب المغربي ذو جودة عالية في الهجوم وراح يسجل عديد الأهداف. وفي الأخير المنتخب المغربي وصل إلى المونديال بعد سلسلة من الانتصارات كثيرة، وهو في مجموعة تتكون من بلجيكا وكرواتيا وكندا. أعتقد أن المنتخب المغربي راح يكون الحصان الأسود في هذا المونديال، وأعتقد من حسب ما أعتقد وجهة نظري الخاصة راح يوصل إلى الربع النهائي. لديه الكثير من الإمكانيات، وخاصة مع المدرب الجديد الذي هو على رأس المنتخب، الذي كان هو مدرب للوداد، ولديه عدة إنجازات مع نادي الوداد. وفي الأخير أتمنى للمنتخب المغربي النجاح في مونديال قطر.